مايسوس بيلاقي ثغرات كل حاجة واكتر من 23,000 ثغرة، من اول ثغرات تخليك تعمل روت بشكل غير مصرح بين قوسين للتليفونات، لحد ثغرات في البراوزرز. شات جي بي تي منزلين شات جي بي تي سايبر لهدف ان هو يعمل مهمات سايبر سيكيورتي. اكس باو بيلاقي مئات الثغرات في المواقع وانت نايم. كل الشركات دي متسلحة بملايين ومليارات عشان تقعدك في البيت. بس بجد بعيد عن الكلام ده، انت تصدق؟ طب تعالى بقى بعيد عن الكلام ده، انا هايب نتكلم بجد في الموضوع ببساطة، عشان الموضوع فيه قلق كتير. اول حاجة، كنسل عناوين الاخبار يا ريت، واقرا الكونتنت نفسي. تعال نقرا، تعال نخش هنا. انت بتدعي ان في نسبة 90% ايه valid bugs مش false positive. ركز هنا معايا، ده اول حاجة عشان نحطم الكلام. 23,000 ثغرة، ايه ده اللي تبلغ 1900؟ مركز في حاجة، واللي valid 1700. وركز حاجة هنا true positive دي مش معناها ان البج ده حاجة اتقبلت، لا، هو معناه ان في ثغرة هنا. الكود بيقول ان في ثغرة ممكن تكون ميجيتيتد بحاجة تانية معرفش نستغلها. ممكن ان يكون استغلالها صعب جدا جدا. ممكن تكون انت بلغتها وخدت عليها ان ايه عشان كده، اما هو ما حاسبنا ان طول ما هي بوست في الكود كده فدي ثغرة خلاص. فدي برضو نقطة تخلي بالك منها عشان ما تنجرفش ورا الاخبار. تاني حاجة، فكرة السكيل. يعني احنا هنا 23,000 ثغرة، هما بيقولوا 23,000 ثغرة. تعال نمشي على الرقم الكبير، ومن هما اللي بلغوه 1900. انا هفكر ده ليه بصراحة يعني أي حد عنده مخ هيوصل للسبب. المهم، تعال نقول 23,000 ثغرة. أنا النهاردة لو جيت اديتك 1000 موقع بس، وقلتلك لو أنت عملت لوجن سلاش ساين ان ريديركت، حلو، قلتلك سلاش هلو هاي، حلو، قلتلك أي حاجة هنا لو بدلتها بجوجل دوت كوم ووداك على جوجل دوت كوم فدي ثغرة، وانت رحت جربتها على 1000 موقع بمعلومة واحدة. احنا قلنا ان في 5 من بس موقع فيها ثغرة، فانت كده لقيت 50 ثغرة. حلو، ف هذا الشيء 23,000 ثغرة. فهو كل الفكرة ان في اكتر من معلومة، حلو، على سكيل كبير. يعني ايه الكلام ده؟ هل النموذج شاطر؟ الإجابة بكل اختصار لأ. كل الثغرات اللي لقاها بسيطة جدا. الفكرة باختصار ان ثغراتنا كتير، يعني احنا بنغلط كتير، دي حاجة ما فيهاش كلام. وغير ان النموذج نفسه نوعا ما شغال على سكيل كبير جدا، فاللي هو طبيعي يلاقي ثغرات كتير بسبب كده. انت حتى نفسك لو انت تقدر تشتغل على سكيل زي ده بمعلومة واحدة بس، انت هتلاقي عدد ثغرات كبير. فدي برضو معلومة كده. تاني حاجة، اصل النموذج لقى عدد كبير من ثغرات فايرفوكس فوق 150. طب تعالى نشوف حاجة صغنونة كده سوا. حلو، فايرفوكس باك باونتي من 3000 ل20,000 دولار. جوجل كروم باك باونتي لحد 250,000 دولار. فأنا سؤال، وغير في براوزر اكسبلويتيشن صعب جدا. فأنا سؤال، أنا أركز مع كروم ولا فايرفوكس؟ أركز طبعا مع كروم. فده بيخلي فايرفوكس في لو هانجنج فروت كتير جدا جدا، طبعا بالنسبة كبراوزر يعني مش كعامة يعني. فاللي هو طبعا انت مش هتسمع رقم زي ده فوق 150 ثغرة في كروم. فهو ده ذكاء منهم في تنقية التارجت عشان يبان لك الموضوع مبهر. مش معنى كده ان الموضوع صعب وكبير وبتاع. واصلا فايرفوكس اصلا لو تركز معاهم فهم عندهم تخبط كبير اول فترة دي، ديفلوبمنت وفي الفندنج في حاجات كتير.
تاني حاجة، فكرة اصل النموذج خطير جدا، فعشان ننزله ورعبونا. يا سبحان الله، جه الفندنج اهو. حلو. لو دورنا دلوقتي هنلاقي ان النموذج هينزل قريب، يبقى الاسبوع ده او الاسبوع الجاي. ف اول ما ياخدوا الفندنج، لا دي حاجة صعبة. فانت ركز هنا، ركز هنا، ركز مع الفلوس من ابو اخر يعني. حلو. هما اول ما خدوا الفلوس، لا هينزل الموديل. فهو الموضوع باين كله عشان يلموا فاندنج، فانت شغل مخك. طب فهو الفكرة، لو باختصار، هل هياخد مكانك؟ لا. كل الفكرة سكيل، كل الفكرة نوليدج. حلو. احنا قلنا لك هنا معلومة واحدة و5%، قدرنا نبقى نطلع 50 ثغرة. فاحنا هنا ادينا الموديل 5 معلومات، ولو دورنا حلو انتوبك ما نفتش الكلام ده، وكل ده هيكون بالدليل. فجم باحثين باستعمال موديلز تانية لقوا ثغرات. يعني اهو هذا البحث مثلا لقى 10 ثغرات في كلهم مقبولين بين قوسين، بس مش حاجة ترو بوزيتيف، لا دول اتقبلوا خلاص. قصد كيمي كي بوينت 2.6 على كروم، ومنهم 2 كريتيكال و7 هاي تقريبا. فاللي هو وعادي، فاللي هو مايسوس كل اللي مقدمه فاين تيونينج حاجة بس كده، مش نقطة ان هو مميز، بس ان هو في حاجة خارقة عن الطبيعة. عادي اللي قبله كان بيعمل كده. حتى لو دخلنا انا حاجة جي بي تي 5.5 اللي موجود في ايديك ديك اهو بنفس اداء اهو، بل معدي كمان. ليه مفيش هايب؟ ان واحد شغال بهايب وواحد شغال بهدوء، وتقدر تستعمله نفس شغل بس. فاللي هو وبتهيألي نازل بقاله شهر، ما سمعناش ان هو كلم المكان باج هانتر. غير اللي احنا هنتكلم عن حاجة كمان، فكرة الإهمال. النماذج دي بجد بعيدا عن أي حاجة أنت هتشوفها دي مصلحة. ليه؟ إن هي هتخلي الديفلوبر مهمل. فالنهارده الديفلوبر بيعمل فايب كودي، بس بيخلي باله أحيانا من السكيورتي، وقت هو مش هيراجع، حتى السكيورتي هتكون في الضياع. حلو. فايب سكيورتي أهو. فاللي هو بكل بساطة هو هيجي يعمل ابلكيشن بالفايب كودنج، يبعته هناك، شوف لي الثغرات اللي في الابلكيشن ده، يلا مطلعليش غلطة لو سمحت. فاللي هو كل ثغرة بتاع ده الليلة دي بتصلحها، بيطلع قدام 10 ثغرات. بجد احنا مش بنهزر. فاللي هو يعني انا عايزك تفكر فيه، فكرة هو هياخد مكانك حاليا، لا. ده غير نقطة كمان. حلو. احنا مش واخدين بالنا منها، واحنا عايزين نفرق بين الريد تيمينج والبنتستنج. هو مش قادر يعمل التيمينج لحد دلوقتي. هو حتى هنا في بيئة الاختبار اللي انتوبك بتستشهد بيها، حلو، البيئة دي بشرط ان مفيش اي EDR، مفيش اي نوع من الاليرت، مفيش حد بيراقب. والنموذج يعني في اقل من دقايق عمل حاجات انت لو في شركة عاقلة هتلاحظ الكلام ده، ومش هتتم اي اختراق خالص. فاللي هو ده يسيبنا مع البنتستنج. انت لو لاحظت كل الثغرات حاجات اوبن سورس، الكود بتاعها موجود، وجزء كمان منها ثغرات قديمة، ده احنا هنتكلم فيه. حلو. ما بلاك بوكس صعب برضو، حتى الاوبن سورس برضو صعب، خلي بالك هنفهم الحمد لله تسوى فيه ايه. فاللي هو الامباكت بتاعه موجود بس محدود. حلو. بقى على فكرة الاوبن سورس بقى، فكرة الثغرات اللي بقالها سنين موجودة. انا النهاردة دلوقتي انا داخل بعمل اوديت. حلو. مثلا هنعمل على الاوبن كلاود دلوقتي، اوبن كلاود نخش اهو. فاول حاجة بتتم، وده مش راضي يحمل. ماشي تعالى نبدل الشبكة مع بعض عادي خالص، يعني مش نعمل edit للكلام ده.
ها طيب اهو بنخش حلو، بقرا الكلام ده، بقرا في الاكواد والكومنتس. جميل. بقرا من الاحدث للاقدم، فبيطلع لي كده ثغرات. تقرا الحاجات الجديده المحطوطه، مش بنقرا من القديم، خصوصا لو بروجرام كبير. فاللي هو ال AI بيقرا كل حاجه، هو عنده القدره على كده. فهو طبعا يوصل لسمات احنا موصلنالهاش، مش بسبب ان هو شاطر، بل بسبب ان هو وصل للنقطه دي بس. فلو عشان نلخص الموضوع كله هايب، عشان الفايلويشن المهم. والموضوع كله باختصار شديد جدا جدا، لان بس موضوع الامباكت بتاعه محدود جدا يعني، جزئي، وهيساعدك اكتر ما يضايقك. فعايزك متخافش من ماشي. بالمناسبة هو هينزل الاسبوع الجاي، شوف بقى المسخرة اللي هتحصل بعد ما ينزل الموديل ده. عامة يعني لو عجبك الفيديو يعني اشترك بقى ولايك، كومنت، اي حاجة كده حلوة حسسني انك شفت الفيديو. ومع السلامة.